اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية. اليوم نشهد على تتويج شاطئ داليا باللواء الأزرق للمرة 11 على التوالي. وهذا اللواء الأزرق جاء نتيجة تضافر ديال الجهود ديال واحد المجموعة ديال المصالح السلطة الإقليمية ومصالح الجماعات الترابية القصر المجاز، مؤسسة طنجة المتوسط المحتضن الرسمي لهذا الشاطئ، وكذلك هيئة المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المدني من جمعيات، وكذلك السلطات الأمنية كالدرك الملكي والقوات المساعدة وكذلك الوقاية المدنية. منذ سنة 2015 كتقوم مؤسسة طنجة المتوسط بالاهتمام بهذا شاطئ داليا اللي كيحظى بواحد الاهتمام خاص، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الوطني شواطئ نظيفة الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. إذا التدخل ديال مؤسسة طنجة المتوسط كيشمل مجموعة من المرافق، كيشمل الدعم اللوجستي، كيشمل التمويل، كيشمل تعبئة الجمعيات المحلية. حنا كنخدموا بالتنسيق مع الجمعيات المحلية لتفعيل هذا البرنامج الوطني. إذا بحال اللي كتشوفوا معنا كاين هذه العام مجموعة من المستجدات ومجموعة من المرافق اللي عملناها لخدمة المصطفين، لأن هذا البحر كيحظى بواحد الإقبال كبير بحال اللي كتعرفوا. إذا عندنا الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة، عندنا فضاءات الرياضية، عندنا فضاء القراءة، عندنا مكتبة رقمية كذلك، عندنا لاسين ديال التنشيط، وما نساوش الدور اللي كتقوم به مؤسسة طنجة المتوسط للتوعية ولا سونسيبيليزاسيون سور لونفيرونمون، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الوطني شواطئ نظيفة. ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب باش توصلوا بكل جديد ميد نيوز.